لوريس كاريوس. لو انت سمعت الاسم ده غالبا دماغك هتروح لليلة كييف الكارثية او الميمز اللي بتصفه ان هو اسوأ حارس في العالم. بس لو بصيت للموضوع ده من منظور كاريوس انت مش هتلاقي سواد بس، ده انت هتلاقي حاجات اسوأ من كده بكتير، وده اللي بيخلي قصة كاريوس ملهمة جدا. وفي الفيديو ده هتكلم ليه لازم تبقى زي لوريس كاريوس. بعد ليلة كييف الكارثية كاريوس بقى يعتبر خارج حسابات ليفربول تماما، فراح بشكتاش التركي وما بدعش معاهم، وبعدين راح يونيون برلين وكان حبيس الدكة هناك، وبعدين راح نيوكاسل وكان حبيس الدكة برضه معاهم لحد نهائي كاس كاراباو قدام مانشستر يونايتد. بما ان الحارس الاساسي والاحتياطي ما كانش ينفع يلعبوا، ما كانش قدام نيوكاسل غير ان هم يلعبوا كاريوس، ورغم ان هم خسروا 2-0 بس كاريوس بدع جدا في الماتش ده. بس رغم كل ده ما كملش برضه مع نيوكاسل وراح فريق تاني، ومن هنا هتبدأ العظمة اللي بجد. بعد نيوكاسل كاريوس راح شالكة، فريق عايش على الماضي وبيحاول يرجع امجاده. في الموسم الاول ليه لعب 4 ماتشات بس غاب عن الباقي بسبب الاصابه، بس الاستفاقه هتبدا في الموسم اللي بعده. كاريوس بدع جدا في الموسم ده واحصاءاته هنا ممتازه جدا، ولعب دور مهم جدا في صعود شالكة للدوري الالماني بعد غياب 5 سنين. وفي الختام انا هقول ان قصه كاريوس ملهمه جدا عشان بتعلمك ان غلطه واحده مش بتحدد هويتك، وان انت ممكن تنهض من تحت الركام رغم ان العالم كله ضدك، وبكده تكون عرفت ليه لازم تبقى زي لوريس كاريوس. وبس لو انت عندك رأي في الموضوع ده اكتبه تحت في الكومنتات، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك عشان يوصلك كل حاجة جديدة. وبس اشوفك المرة الجاية وسلام.